عمرك حسيت بألم في رقبتك باستمرار والألم ده مش بيخلص؟ السبب ممكن يكون حاجة كتير مش واخد باله منها، اسمه التزحزح الفقري العنقي. يعني ايه تزحزح؟ يعني فقرة من فقرات الرقبة بتتحرك من مكانها الطبيعي وبتبدأ تضغط على الأعصاب أو الحبل الشوكي. أكتر سبب شائع هو التآكل والتنكس اللي بيحصل مع العمر، وفي ناس بيحصل لها بعد حوادث زي خبطة عربية، أو يكون عندهم مشكلة خلقية في تركيب الفقرة نفسها. في الأول بيكون الألم في الرقبة والكتفين، بعدها بيضغط على الأعصاب فتظهر آلام وتنميل وضعف نازل لحد الدراع والإيد. لو الحالة تقدمت ممكن يحصل حاجة اسمها اعتلال في الحبل الشوكي نفسه، وده بيعمل صعوبة في المشي أو فقدان توازن. العلاج بسيط لكن مش دايما بيكفي، بنبدأ بعلاج تحفظي، راحة، علاج طبيعي، أدوية. لكن لو الضغط شديد أو العلاج التحفظي فشل بنلجأ للجراحة علشان نحرر الأعصاب وتثبيت الفقرات المنزلقة علشان نرجع العمود الفقري ثابت وآمن. لو عندك ألم مستمر، تنميل، ضعف أو إحساس إن رقبتك مش ثابتة، ابعت لنا، كلمنا أو زورنا فورا.